السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسرار محدش قالك عليها قبل كده، أسرار لو عرفت معناها هتبدأ تشوف الهرم مش كأنه حجارة، لكن كأنه عملاق مصمم لهدف محدد. ناس بتقول إن في سلاح جوه الهرم، بس المفاجأة إن مش جواه هو سلاح، ده الهرم نفسه هو اللي سلاح. حجرة جوه هرم محدش دخلها من 4500 سنة، أرقام محفورة كأنها شفرة من حضارة تانية. والحلقة دي هنحاول نكشف اللي مش هتسمعه في أي مكان تاني. طبعا كلنا عارفين إن الهرم الأكبر بيتقال عليه إنه هو مقبرة، بس ولا تم العثور على أي موميا ولا تابوت حقيقي يدل إنه كان مقبرة. اللي ما تعرفوش إن سنة 2017 علماء من فرنسا واليابان استخدموا تكنولوجيا حديثة تسمى بماسح إشعاعي بيكشف الفراغات جوه الجدران الصلبة. والمفاجأة لقوا فراغ ضخم طوله 30 متر فوق ممر الصعود، غرفة كاملة مش معروفة ايه جواها ولا حتى اتبنت ليه. ركز معايا شوية، انا عارف انك تهت. الهرم الاكبر مش بس عظيم في حجمه، ده تصميمه فيه ارقام مطابقة لارقام كونية. ارتفاعه الاصلي كان 146 متر تقريبا، ولو ضربت الرقم ده في مليار هتاخد المسافة بين الارض والشمس بالمتر. المحيط الكلي للهرم لما تقسمه على ارتفاعه يديك تقريبا قيمة الباي اللي هي اساس الهندسة الدائرية في الكون. وده يكون معناه ايه؟ معناه اللي بنى الهرم كان عنده معرفة كونية وفلكية وهندسية مستحيل تكون صدفة. في عالم ألماني اسمه كارل مان جاب نموذج صغير من الهرم وحط جواه قطعة لحم. تخيل معايا اللي حصل، ان اللحم ما تعفنش، ما حصلوش اي حاجة، فضل زي ما هو لأيام. تجارب تانية اثبتت ان شكل الهرم بيولد مجال طاقة بيحافظ على الأجسام، بيساعد على الاستشفاء، وبيأثر على الحالة العقلية والروحية للإنسان. طبعا الناس بدأت تقول إن الهرم مش كان مقبرة، الهرم جهاز طاقة، جهاز علاجي، أو حتى بوابة روحية. بس طبعا خليني أقولك، في زحمة الفيديوهات اللي بتشوفها كل يوم، لو ما عملتش لايك واشتراك دلوقتي ممكن تفوتك أسرار أبعد وأغرب من كده. وعشان أوعدك إن اللي جاي أقوى بكتير، ادعمني بلايك وخلينا نكمل المشوار سوا. في تفاصيل صغيرة بس مرعبة. غرفة الملك جوه الهرم مصنوعة بالكامل من الجرانيت اللي جاي من أسوان على بعد 800 كيلو متر، زي ما وضحناها في حلقة الأهرامات المصرية، أسرار لم تكشف من قبل. لو عايز تتابعها هسيب لك لينك الرابط. واكتشفوا إن الممر المؤدي ليها فيه فتحات غريبة كانت مغلقة تماما زمان، لكن العلماء اكتشفوا إنها بتودي لغرف تانية جوه لسه محدش قدر يدخلها ولا حتى بالكاميرات. والأغرب إن كل غرفة ليها زاوية ميل معينة بتتطابق مع واقع نجوم محددة في السماء، يعني كأنها معمولة عشان تتواصل مع كيان أو مكان أو في الفضاء. وعارف إن كان في كتابات جوه غرفة الملك؟ العلماء بيقولوا إنها كانت منقوشة بكتابات هيروغليفية، وكانت موجودة في الغرفة اللي فوق غرفة الملك داخل الهرم الأكبر، وبتسمى غرفة التفريغ. طبعا العلماء في اللحظة دي لاحظوا بعض الملحوظات على هذه الكتابات. الخط ما كانش متقن زي باقي المعابد، يعني النقوش دي ما كانتش محفورة بنفس الدقة والجمال المعتاد في المعابد الفرعونية المصرية. شكلها اتكتبت بسرعة ومفيش زخرفة حواليها. طبعا الكتابة دي كانت موجودة في مكان مقفول، زي ما ذكرنا الغرفة كانت مسدودة بالكامل ومفيش طريق توصل ليها إلا عن طريق فتحات صغيرة جدا تم الوصول ليها في القرن ال19. فالسؤال هنا، مين اللي كتبها وليه كتبها جوه مكان مش مفروض حد يشوف؟ واحد من النقوش دي كان بيحتوي على اسم خوفو، ودي النقطة اللي فيها جدل كبير، لأن البعض بيقول إن دي محاولة لإثبات إن خوفو هو اللي بنى الهرم، لكن الأسلوب السريع في الحفر خلى بعض الباحثين يشكوا إنها اتضافت لاحقا مش أثناء البناء الأصلي. يعني إيه؟ يعني العلماء بيقولوا إن النقوش دي ممكن تكون مفبركة عشان تنسب بناء الهرم لخوفو، وإن اللي بنى الهرم كان حضارة أقدم واستخدمت تقنيات متقدمة لدرجة إن العلم الحديث لسه مش فاهمها بالكامل لحد دلوقتي. أيضا كمان لاحظوا إن في رموز اتشطبت أو اتكسرت عمدا ومحدش عارف السبب. هل كان في تحذير وتم مسحه؟ هل كان في سر مكتوب وتم إخفائه عشان ما يطلعش؟ وليه تم إغلاق بعض الممرات تماما بأسلوب مستحيل حد يفتحه؟ اللي واضح من القصة لحد دلوقتي إن في حد عايز السر ده يفضل مدفون. ولكن برضو اللي يجنن إن في شعاع طاقة اكتشفوه خارج من وسط الهرم، والأغرب إنه بيطلع في اتجاه النجوم في زاوية محسوبة بدقة فلكية. العلماء مش عارفين إن دي ظاهرة طبيعية ولا تكنولوجيا اندفنت من آلاف السنين، بس في حقيقة واحدة بس هي اللي واضحة، إن الهرم مش مجرد مقبرة، الهرم رسالة
وراها سر محدش عايزك تكتشفه، ويمكن السر ده لو اتكشف مش هيغير التاريخ بس، ده ممكن يغير البشرية كلها. خليك فاكر لسه في أسرار مرعبة جوه الهرم الأكبر، ولسه القصة ما بدأتش. في الحلقة اللي جاية هنتكلم عن أسطورة عين رع اللي مكتوب إنها كانت بتدمر مدن كاملة، وهل فعلا في سلاح فرعوني متخبي جوه الهرم لحد النهاردة؟ بس لو مش مشترك احتمال كبير تفوتك الحلقة الأخطر في السلسلة. اعمل اشتراك وفعل زر الجرس، وخلي بالك اللي جاي مش مجرد تاريخ، ده اللي جاي هو الحقيقة. كنا معكم في دشمة السرية.